أغثنا يا ريس من ظلم الحكومة. الحكومة عمالة تدينا ضربات بوم بوم بوم، زيادات في كل حاجة. يعني حضرتك طلعت من يومين وقلت لازم الحكومة تشوف المواطنين وتخفف عليهم الأعباء يبقى في مساعدات والكلام دوت. لا، الحكومة النهاردة طالعة يا ريس امبارح بالليل بوم، باقات الانترنت كلها ارتفعت، شركات والارضي وكل حاجة. ليه يا ريس؟ احنا كفاية علينا كل شوية كهرباء بتزيد علينا وغاز بيزيد علينا وبنزين للعربيات بيزيد علينا. ليه الباقة؟ يعني انا نفسي افهم. اصلا انا بنزل مصر على طول، ممكن لو نزلت اسبوعين او 3 اسابيع، ممكن الاسبوعين او ال3 اسابيع دول والله ما بيكمل شهر انا على باقة التليفون نفسيها يعني 3 مرات بشحن عشان اعمل 3 باقات، وال3 باقات ممكن لا يقل عن 70 جيجا، واللي انا ما بفرجش على حاجة يعني جامدة، او انا بعمل فيديوهات واكتر كده مفيش. ما جوش بقى شافوا هنا في انجلترا عندنا unlimited بلا حدود، وهي الباقة بسعر معين. يعني السعر دلوقتي انا بدفع 29 استرليني. 29 استرليني باخد ايه بقى يا باشا؟ unlimited انترنت الشهر كله، السرعة يا بص سريع جدا، انت بتحمل الفيديو ما بياخدش ثواني. ولو الشركة نفسها زودت عليك جنيه كمان، انت ممكن تعمل كونكت معاه وتقول هنثبت على السعر ولا شوف شركة تانية. هو ده الحوار اللي هنا. فكفاية علينا بقى حكومة كل شوية زيادات زيادات زيادات. احنا مش هنستحمل كده. كهرباء وغاز وبنزين وباقة انتوا المفروض هتعملوا ايه تاني بقى؟ يعني تحملونا ايه تاني في الحوار ده؟ اكسبلور، لايك، تعليق يا جماعة، وشيروا على اوسع نطاق علشان الصوت يوصل وعلشان يبقى في دم بقى. اقسم بالله لاننا احنا جبنا اخرنا يا ريس والله. يلا سلام، ويشرفني متابعتكم. السلام عليكم.